السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القصة اليوم كيف ما كنقول لكم دائما بغيتها قبل ما تكون لكم فرجة تكون لكم عبرة. كنتمنى تعطيوني آراءكم ويعني رأيكم كيهمني وتشاركوا معايا كل ما يخص هاد القصة هادي وكيفاش جاتكم واش حتى نتوما سبق لشي حد في عائلتكم وقع ليه فحال هاد القصة ديال هاد الأخت هادي واحد البنت عندها 23 عام 23 عام اسمها هاجر فاش كان عندها 14 عام وقع لها واحد المشكل. السحر ضيع حياتها، ولكن فوقاش غتكتشف حتى دارت 23 عام من عمرها. كنتمنى تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوني علاش انا داويه وكيفاش السحر دمر ليها حياتها. وحاولوا حتى نتوما خوتي تستافدوا من هاد القصه هادي وتكون لكم عبره اكثر ما راه هي فرجه. كنتمنى تستافدوا منها ولو بالقليل. هاجر كيف ما قلت لكم من كانت مراهقه باقه صغيره كانت كتمشي للحمام التقليدي ديال الحومات، يعني اللي كيكون في الحومات ديالنا، الحمام البلدي المغربي. دائما كانت كتمشي اما مع الام ديالها ولا بوحديتها. واحد النهار وبلا ما تحس يعني مشاو في الساعه اللي كيكون فيها تشعويد وما اكثره، كاين الوقت ديالو اللي كيكونوا الناس بزاف تيديروا التشعويد اللي هي الساعه ديال عاشوراء. مناسبة عاشوراء تتكون عندهم واحد المناسبة فين انها اللي عندها شي ثقافة تفكو واللي بغات تثقف شي حد واللي بغات تسحر لشي حد كتسحر ليه. الله يسمح لهم ويغفر لهم. ما كيعرفوش بان السحر راهم تيطردوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يقدر يتغفر الا السحر. شنقول لكم، مشات واحد النهار للحمام في عاشوراء. هذيك الساعه هذيك ما ردتش البال. البلايصه فين كيجلسوا هكا الناس كتشدي واحد البلاصه وكتجلسي بلا ما تحس. مسكينه ما غسلاتش ديك البلاصه وقبطات وجلسات. كانت قبل شي وحده دارت شي حاجه بحال اللي فكات لراسها، يعني تكون عطاتها شي وحده شي حاجه باش تفك ولا عطاتها شي شوافه شي حاجه. المهم داكشي هذاك كان مكمس هكاك ملوي. غسلات ديك السيده اللي كانت قبل منها ومشات الله يهديها وبقات جلسات في داك الشيء هذاك هاجر وتخطاتو قبل ما تجلس بعدا. طبعا خلفات عليه راه غادي تتآذى. في ساعة حسات بان اللحم ديالها تشوكات، يعني الانسانه في ساعة صافي تشوكات ليها اللحم ديالها. ما رداتش البال وجلسات وعاد كتنتابهش داكشي مكمس ملوي في قطعه بيضه مرونه ما عرفتش داكشي هذاك. من بعد انتبهات وهزات داكشي ورماتو في القمامه. هذاك الشيء هذاك راه ما تقبطيش وتهزيه، خصك قبل ما تهزيه حتى يكون شي حد موضي وشي حد اللي قرا عادي يهزو باش ما تأذاش. هي مسكينه لصغر عمرها والقلة فهمها غير قبطات وهزات داك الشيء يعني اللي هو ملوي، داك الشيء بيض بحال شي حاجه مكفنه بحال شي حاجه. المهم داك الشيء صغيور هزاتو ورماتو في القمامه. مشات ايام وجات ايام ما دات ما جابت. بدات كتكبر هاجر، بدات كتكبر كيجيوها بحال وساوس شيطانيه هكا بالليل. يعني مثلا كتصلي كتفاير في الصلاه كتجمع الصلاه ديالها تتحس بان واحد الحريق عندها في المعده ديالها، تتحس بان عندها واحد الحريق في الراس ديالها تيدير ليها واحد الشقيقه نصفيه حتى كتقرب تسطى. واحد النهار كبرات هاجر دارت 20 عام. قالت ليها قالت لماماها ماما خصني نمشي نشوف شي راقي، انا كنحس براسي ماشي هي هذيك. تنبدا نحلم شي حوايج، تنبدا نتخيل شي حوايج، بغيت نمشي عند شي راقي.
والحمد لله اللي توقضات بعد ما مشات عند الراقي. وفي هذه اللحظه هذه كنصحكم تمشيو عند راقيه ماشي راقي. اللي عنده نفس المشكل يمشي اخوتي عند راقيه، راه كاينين نساء وكاينين رجال كيمشيو عند الرجال والنساء كيمشيو عند النساء. مشات عند واحد الراقي اللي فجاه فين قرا عليها لقى عندها مس. هذاك المس منين جاها من السحر بقوه اللي طول فيها واحد المده 6 سنين. هذاك السحر اللي تخطات بقى عندها 6 سنين تحول ليها مس، وهذاك المس اللي غيدمر ليها حياتها. البنت غزاله تبارك الله ما شاء الله آية في الجمال، وكملات قرايتها حتى خدات الباك وجلسات. ما كملاتش يعني حتى خدات الاجازه ديالها وحتى خدمات، صافي غير الباك وجلسات. ولات كتحس بان راسها ماشي هي هذيك، صافي السيده ديك الوساوس الشيطانيه بداو تلعبوا ليها بحياتها. معيتها كتضرها لدرجه الموت بالحريق. قال لها عندك مس في المعده وعندك مس في الراس ديالك، هذاك السحر هو اللي دار لك هادشي هذا اللي تخطيتيه. قالت له انا كنت صغيره وما رديتش البال شنو داكشي هذاك مكمس وشنو داكشي هذاك. انا اللي منين حكات ليه يعني عرف الموضوع. قال ليها هذاك راه السحر تخطيتيه، غتكون شي وحده حيدات غسلات وحيدات داكشي ديالها ولا دارت شي حاجه لشي حد ولا وتخطيتيه انتي بالغلط. وكانت صدمه بعد ما قال ليها عندك مس في المعده وعندك مس في الراس. زادت الحال يعني زاد التهور عندها، ما تقبلاتش ومشات وبقات يعني الام ديالها تدير ليها هكا الماء في الرقيه، حيت قال ليها ديك الراقي خصك ديري لها الماء في الرقيه. عطالها قرا ليها على الماء وقال لها خصها ترقي راسها براسها باش تغلب على هذا الشيء وما قدراتش، لدرجه ان هذا الشيء هذا كان كيجعلها تفاير في الصلاه. كانت كتجمع الصلاه وبعد المره كتقطعها. جا خطبها واحد السيد اللي هو تبارك الله مركز وقيمه وما كملاتش الخطبه. قالت لهم ما بغيتوش واخا هو ما يتعابش، قالت لهم ما بغيتوش حتى رفضاتو وعاد ندمات. قالت اش كندير انا ما فهمت والو، وهادشي كامل اخوتي سبابو المس اللي عندها. الانسان خاصو يرقي راسو ويحسن راسو دائما بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله ما تحيدش من فمنا، حيت ربما نتخطاو شي حاجه ما كانتش حتى لينا وتدمر لينا حياتنا بحال اللي وقع لهاجر. المهم كيف ما قلت لكم 20 عام جاها الخطيب الاول وبقات هكاك رفضاتو صافي. ومن بعد ما دارت 23 عام وباقيه السيده تيجيو تبارك الله ما شاء الله الخطاب، ورغم ذلك والو. حتى لواحد النهار تلاقات بواحد الاخت كتعاود ليها قالت لها كاين قالت لها عندي لك الحل. قالت لها ما هو؟ قالت لها قلت لك عندي لك الحل. اش دارت؟ قالت لها يعني عطيني نمرتك. تعطاو لبعضياتهم من النماري ودارت فيها هذيك الاخت الاجر. تلاقاو غير في المحطه الكيران سبحان الله العظيم، وكان السبب على يديها. كانت هي اش كدير؟ كانت هي تدير ليها الماء في الرقيه وتعطيها تشرب، تدير ليها الماء في الرقيه وتدير ليها معاه اوراق السدر وتتقول لها دوشي. بعد ما تدوشي بهذا الماء هذا اغتسلي به مزيان واغتسلي في شي بانيو اللي هو كبير باش الماء د الرقيه راه معمرو تيهبط في المجاري ولا في الطواليت، وغسلي مزيان. وهذا الماء خوي على شي غرس ولا شي حاجه ما ترميهش غير هكاك. بقات على هذه الحاله لمده شهر وهي تدير معها هذا الاجر هذا. واحد النهار سبحان الله العظيم جات هاجر عند داك السيده هذيك للدار، قالت لي دايره فيا هذا الخير كامل راه غنمشي ليها للدار وغادي نحاول انني نتعرف عليها اكثر. يعني الحمد لله بدات كترتاح، بدات يحيد ليها ديك بحال كتحارب ديك المس. راسها ما بقاش كيضرها، معدتها ما بقاتش كتضرها بزاف بالرقيه والمداومه. وعطاتها حتى واحد الرقيه اللي هي كاينه في اليوتيوب، الرقيه للامراض المستعصيه. داومتها شهر حتى هي كتسنت ليها وخا ما كتقدرش تصنت، كتبزز على راسها وكتسنت ليها.
مشات عندها للدار، قالت لها انا جيت حتى للدار عندك، غادي نشكرك على كل ما درتي معايا هاد المده هذه كامله، وانتي كتعاملي معايا زوين، وانتي يعني مسيراني وتديري ليا لوجه الله، يعني لوجه الله، يعني بغات تعاونها لوجه الله. ديك الاخت الصالحه كنتمنى حتى نتوما تلاقاو مع احسن الناس وافضل الناس في هذه الدنيا. راه موجود الناس اللي كيديروا الخير. هذه دمر ليها السحر حياتها، حول ليها حياتها الجحيم، ولكن كانت واحد الاخت اللي هي سباقه للخير، وكيفاش عاوناتها، وكيفاش حتى يعني شوفوا شحال راه مده 3 شهور هي معاها، حتى لو كان ما بقاتش كتحس هاجر بحتى شي عوارض اللي هما تيدلوا على ان عندها مس، حيت كان كيجيها وساوس، كان كيجيها شي حد يعني كيبقى المهم شي حوايج اللي كتحس ان عندها مس. كيف ما قلت لكم، حتى النهار اللي مشات عندها للدار ديالها دقات خرجات قالت لها انا جيت باش نشكرك لخيرك فيا، خيرك ما عمرني ننساه. دخلات قالت لها زيدي دخلي مرحبا بك، قالت لها لا جيت غير نشكرك وغنمشي بحالي، قالت لها والو غتدخلي. دخلات سبحانك يا جليل كتلاقى مع الاخ ديال داك السيده هذيك، كاين واحد الاخ معاها تما، تلاقاو سبحان الله العظيم، وعجبها وعجباتو سبحان الله، وتقدم ليها للدار ديالهم وقبلات سبحان الله. يعني كان المشكل الوحيد اللي عندها هو المس، وهو السحر اللي بفضل داك السيده هذيك وفضل الله سبحانه وتعالى هو الاول، وعاد داك السيده راه ربي اللي سخرها ليها باش كانت خير، وكانت السبب ان حياتها تولي جميله وتولي زوينه. صافي من بعد ما سبحان الله خطبها، صافي وافقات وعجبها، صافي سبحان الله وتزوجوا، والحمد لله. كانت هذه هي القصه ديال هاجر اللي عانات مع المس ومع السحر، كيفاش دمر ليها حياتها السحر اللي ما كانش حتى ليها، راه كان مصيب لشي حد اخر. هذه واحد القصه كنتمنى انها تكون عبره ليكم. انسان ماشي في الطريق يحضي راسو، يشوف بالليل ما يشوف عندك يتخطى شي حاجه راه ماشي تا ديالو واش يرجع ليه، شحال مشي حضر ما كيكونش عنده غرض، يعني صافي يفكر من راسو هو والاخر دبر راسو. هذا هو المشكل. شوفوا كيفاش حياه هاجر دمرات منين كانت مراهقه صغيره عندها 14 عام حتى دارت 23 عام، عاد سهل عليها الله وتفك ليها السحر والمس، ولات يعني طبيعيه. شحال من واحد راه كيكون عنده سحر في الوالده ما كيجعلوه حتى الولده ما يولدش. كنتمنى تكون لكم هذه القصه عبره اكثر ما راها فرجه، وبالقران وبكلام الله سبحانه وتعالى راه الصخور كتذوب، يعني نخليو كلام الله سبحانه وتعالى نخليوه دواء لينا. كنتمنى القصه اليوم تكون لكم اخوتي عبره البنات اللي كيخرجوا بالليل مثلا وما كيحسنوش راسهم. حسنوا راسكم اخوتي بالقران وبالاذكار، ما تنسوش اذكاركم وما تنسوش صلاتكم، وإلا حسيتوا براسكم انكم كتفايروا غير شويه في الصلاه عرفوا هذا راه وساوس شيطانيه، وهذا راه شي حاجه اللي هي غادي تضركم وغتدمر لكم حياتكم. حاولوا انكم ترقوا راسكم دائما، حاولوا انكم تحسنوا راسكم دائما، وبالقران وبكلام الله سبحانه وتعالى اتغلبوا على كل شيء. كيف ما قلت لكم كنتمنى القصه اليوم تكون لكم اخوتي عبره اكثر ما هي فرجه. وخليوا لي ارائكم، كتهمني ارائكم وكتهمني انتقاداتكم، وكتهمني يعني تشاركوا معايا كل حاجه لقيتوني انني كيفاش قلتها، كيفاش يعني شنو رايكم في القصه. راه بزاف د القصص بحال هكا ان شاء الله باذن الله، كاينين بزاف قصص من الواقع غنشاركهم معكم بشرحي وبصوتي انا. كنتمنى تقبلوا عليا. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه نقول لكم مرحبا بكم، انضموا اخوتي للعائله ديالنا باش تكبر باذن الله. كنتمنى ما تبخلوش عليا بلايك الفيديو وتعطيوني ارائكم في الكومنتير. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.